السلام عليكم. فيديو جديد من الفيديو بتاعتنا النهارده. بريفلي كده هنتكلم عن سؤال هو الاشهر واول سؤال بتتساله في اي انترفيو، الا هو عرف نفسك او انتروديوس يور سيلف. طيب، بعض الناس اصلا مش بتعرف تجاوب على السؤال ده. في اللي بيبانك، في اللي بيسف عليه، في اللي بيبقى عنده اجابات كتير عايز يدخلها في الاجابه بسرعه جدا جدا جدا، فبيوصل في الاخر ان هو ما عرفش يقول اي حاجه. طيب، هدف السؤال ده لما بتتساله ان انا بتعرف على حضرتك وعايز اكون انطباع مبدئي كده عنك، هل انت افضل حد للوظيفه دي ولا لا. فانت بدورك محتاج تعرفني انت مين، بتعمل ايه، وليه انت افضل حد في الحاجه اللي انت بتشتغلها. طيب، فاجابه السؤال ده بتبقى بريف، لسه مش هنخش في تفاصيل. ثانيا، لو في اي حاجات تقدر تتكلم عنها، تقدر تثبتها اللي انت عملتها، زي مثلا لو حد في سيلز عنده اتشيفمنتس معينه، نمبر اوف سيلز معين، هيبقى حاجه حلوه جدا جدا. فور اكزامبل، مثلا انا احمد مصلحي، انا عندي 15 سنه خبره. انا اشتغلت في حوالي 5 اماكن. في الاماكن دي انا تدرجت وظيفيا من كذا الى كذا. حاليا انا بشتغل كذا، والرولز بتاعتي بتخش تحت بند بزنس ديفلوبمنت، التريننج، وريكروتمنت، واتش ار اوفرول. طيب، حد تاني ممكن يقول انا احمد، انا بشتغل في كارير السيلز بقالي 10 سنين، تدرجت وظيفيا ابتداء من سيلز سبيشالست لحد تيم ليدر. في الفتره دي انا بعت ما يقارب باكس اماونت، اشتغلت مع حوالي 3 شركات، وخدمت حوالي 200 عميل، 500 عميل، على حسب البورتفوليو بتاعك. ده هيبين لنا ايه؟ هيبين لنا انت فعلا حد ريليفنت للشغلانه بتاعتنا، ولا حد يعني لسه ما عملش دور، او بيدينا انطباع زي ما احنا قلنا هل انت افضل حد للمكان اللي انا عايزك فيه ولا لا. فالاجابه بتبقى مختصره. يفضل لو انت عملت الاول زي فريم كامل او اطار كامل لخبراتك، then تقول المايلستونز بتاعتك. مؤخرا تبين لو في اي حاجات كده ملموسه او اتشيفمنتس، عشان حتى تدي انترست للي قصادك ان هو عايز يسمع اكتر.